النهاردة بقى هنعمل الآيس كريم المانجا في البيت يجنن. وإيه بالمانجا الطبيعية وبمكونين 2 وبس. مش مكلف وطعمه جميل جدا وحاجة كده ما شاء الله عليها. نصلي بقى على سيدنا محمد الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين الجمال حلو جدا جدا وكريمي وطعمه يجنن. وإيه من غير أي مواد حافظة طبعًا زي اللي إحنا بنشتريه من برّه أو الكلام ده خالص، هتعمليه في البيت بكل سهولة. شايفين جماله؟ الله، الله على الجمال. هندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف إحنا عملنا الجمال ده إزاي. معايا دول منجتين متفرّزين، يعني متجمدين، أنا قشّرتهم وقطّعتهم زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، هاحطهم في الكبة وإيه هافرمهم كويس أوي. وممكن لو المانجا عندِك فريش تقطّعيها وبعد كده تحطّيها في الفريزر تتجمد، وبعد كده تفرميها في الكبة أو في الخلاط، تمام كده؟ أنا بقى فرمتهم، هنشيل بقى القطعة اللي بنفرم بيها دي ونحط إيه المضرب بتاعنا. على فكرة ممكن تعمليها بالمضرب الكهربائي عادي في أي بولة أو ممكن بالمضرب اليدوي، بس أنا للأسف يعني عندي التهاب في الأعصاب في إيديّا، فمش قادرة إن أمسك المضرب اليدوي وأقلّب بقى الكريمة اللي أنا باحطها دي. أنا حطيت دول 4 معالق كريمة من غير سكر، اللي هي بتتباع من مستلزمات الحلواني، ودي نُص كوباية سكر مطحون، تمام كده؟ بس كده، وقلّبناه كويس جدًا بقى ضربناه بالمضرب طبعًا. ممكن تضربيها بالمضرب اليدوي زي ما قُلت لِك، بس هتاخد منِّك وقت شوية. خلاص كده إحنا عملنا الآيس كريم بتاعنا، شايفين؟ بكل سهولة وما خدش مننا دقيقتين 2. هنفضّيها بقى كده ممكن في علبة بلاستيك كده وتحطّها في الفريزر تتجمد وبعد كده تغرفيها، ممكن في كوبايات زي ما أنتِ شايفة كده، ممكن في بولات صغيّرة كده من بتاعة المهلبية براحتك خالص. وقوامه طبعًا كريمي وحلو جدًا، جدًا. طبعًا البولات أو الكوبايات دي ما لهاش غطا، فأنا بقى لازم نلفّها بورق فويل كده ونحطها في الفريزر، تمام كده، عشان ما تعملش تلج يعني. وما ننساش بقى إيه نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. هنحطها في الفريزر بقى وبعد يعني أنا عملتها بالليل وده تاني يوم الصبح، طلّعتها بقى كده شكلها عامل إزاي، وطعمها يجنن يا جماعة. مانجا طبيعية طبعًا من غير مواد حافظة، ومش ألوان بقى كده وأطعام، لأ حاجة من البيت بقى وحاجة طبيعية فعلًا مش أطعام زي ما باقول لِك، وطعمها جميل جدًا وكريمية وحلوة جدًا، جدًا. شايفين عاملة إزاي؟ وطبعًا مش مكلفة خالص، أنتِ ممكن بقى تضاعفي الكمية وتعملي كمية كبيرة عن اللي أنا عملتها دي، هتعمل لِك كمية كبيرة جدًا. أصلًا الكوبايات اللي أنا حاطة فيها دي كانت غويطة وكبيرة، بتاخد كمية كبيرة يعني من الآيس كريم. شايفين الجمال؟ جربوه مش هتندموا، بألف هنا وشفا للي يجربه.